الله يمسيكم بالخير ويسعد اوقاتكم. اليوم نكمل سوالفنا بالحلقه 13 من رحلتي عبر الزمن. ثاني يوم وصلنا خبر ان الوهابي غازي عرب ولد علي وداير بالديره يفتك بهالعربان، حتى انه صاير يفوت على القرايه ويبلصها لها. وبعضهم قرر ان ينطى الوهابي عشر المال تا يخلص من شره، ويصرون اتباع الوهابي موهوبين، لانه كان كل واحد ينطي عشر ماله للوهابي يسمونه موهب. الدريعي قرر انه يضرب الوهابي ويلحقوا بكل مكان بالديره، فامر العربان بالتجمع وبعث الرسل لكافه القبائل يخبرهم انه يريد يدحر الوهابي من الديره، فاللي معاه يظهر حاله واللي مع الوهابي يرحل ديره الوهابي. جت الرسل والعلوم انه كل القبائل مع دريعي، كلها مع دريعي بحرب ضد الوهابي الا الحسنه جماعه بني الفياض وقبيله بني الصخر ما رضي يحاربون مع دريعي، وما عندهم فكر يعادون الوهابي ذاته. ما اهتم لهم الدريعي، تركهم ركبوا مباشرة بالحق غزو الوهابي، وكان مع الدريعي 5000 خيال و2000 مردوب وواردية. فغاب عنا 10 أيام وانقطعت أخباره. احنا وكل عربان تملك للخوف، قلنا الوهابي قتل الدريعي وقتل كل جيشه معه. اليوم ال 11 قبل نص النهار جانا خيال غاير شايلين له رايه وهي زنار ابيض شاده من الطرفين مسوي بندريه بالربح، وهو يركض ويقول هاي راية الدريعي ونصرنا الله على الدشمان، ابشروا يا عرب انتصرنا. فركضنا وسلمنا عليه وبشرنا ان دريعي انتصر وهو على الطريق الليله يصل. فاعطيناه مشلح وكوفيه وجزمه و100 قرش بخشيش على هاي البشاره. قبل غياب الشمس وصل دريعي والمعه، وركضنا احنا ورجال الظلم القبيله، استقبلناه وصار لعب خيل وهازيج وسرور والنسوان تهلل، الفرحه كانت كبيره. نزلوا وسلمنا عليهم وصاروا يحكوا لنا انه بعد طلعتهم 6 ايام وهم لاحقين الوهابي وصلوا من مكان شرجي تدمر والتقوا بعسكر الوهابي، وكان عدد عسكر الوهابي حوالي عدد جماعة دريعي، وعقيدهم واحد راعي صيد بالمرجلة والقوة، يقولوا له ابو نقطة، وابو نقطة هذا من عوايده لما ينزل على الميدان ينزل مصلخ بس يشد قميصه على زناره، فيكون صدره عالي ومكشوف شعره وحفيان وكان اسود غامق ويطبق 3 زلم، وشعره طويل ومنفوش مو حالق بحياته ولحيته تصل لبطنه، حاصله الجل شافه يخاف منه، وكل ربع المعاه على نفس شاكلته. فقامت الحرب بيناتهم لمدة 8 ساعات، انكسر ابو نقطة وتفرقت عربه وانتصر دريع على الوهابي، وخذ منهم كل شيء غنموه من عرب المنطقة، وغنم فوقه 35 فرس أصيلة. انشتر من جماعة دريع 53 فارس، وانشتر من الوهابي فوق 200 فارس، وهج ابو نقطة وجماعته النواحي بلاد نجد. شاع خبر انتصار الدريعي على الوهابي، شاع بكل البلاد حتى وصل لسليمان باشا بالشام، فسر الباشا على هاي الاخبار، فدز فروه ملوكيه مع سيف مرصع الدريعي مع بولردي يحمدوا ويشكروا على فعله. وبعد فتره عاد رحلنا ونزلنا بطراف حوران، واكرمنا الشيخ دوخي بن سمير ولد علي امير ولد علي، اكرمنا خوش اكرام، لان دريعي رد له كل شيء نهبوا منه ابو نقطه. وتخاوى عاد الدوخي مع الدريعي. هين عاد جم شو قبائل المنطقة وقدموا مطاع على دريعي وسووا ربط وارتبطوا معاه ضد الوهابي، وصار ربط عظيم بحوران مع كامل القبائل ما عدا قبيلة بني الصخر والحسنة. بعد كم يوم جانا شيخ عالم دين من الشام لابس له دنبكية خضراء حاطها على راسه ولافها بعصابة وهدوم بيض وحاط برقبته مسواح طويل، عيونه مكحلة ومربين لحية كبيرة وحاط بزنار ومحبرة وبعبو كتب كثيرة، وراكب له بغلة وشايله رمح. فات على ديوان دريعي سلم على دريعي وسلم على كل الحاضرين، وصار يحكي عن أمور الدين أو يرشد الناس على هذا يجوز وهذا لا يجوز. العرب هاي المنطقة بيهم عادة ما يدققون على أمور الدين، أنت نصراني ولا أنت يهودي ولا أنت مسلم، يعني يشوفون الناس كلها خلقة الله، ما يدققون على هاي الأمور، ولا يسألون الواحد شنو دينك أو شنو معبودك أبدا. احنا هنا صارنا عندهم كم سنة ما يوم واحد سألنا قال شنو دينكم، يهود انتم ولا نصارى مسلمين، ما يهتمون لهذا الأمر. يعني إذا ما الواحد قال عن دينه ما حدا سأله. فلما دخلت المجلس سلمت على الحضور
وردهم السلام، ومن عادة العربان يقومون بوجه الفايت على البيت اللي هم قاعدين به. طبعا هذا احتراما منهم، سواء كان الفايت على البيت كبير صغير يقومون بوجهه. فقام بوجه كل الحاضرين، ومن ضمنهم هذا الشيخ الغريب زاد قام مثل ما قاموا الموجودين. فبعد ما قعدنا الشيخ هذا استخبر من واحد بالعرب كان قاعد جنبه، وهو رد على نيته والله هذا اللي كان جنبه. قالوا منو هذا؟ قالوا هذا واحد نصراني كاتب الشيخ دريعي. فمباشرة انتهض الشيخ قال يا اخوان لا يجوز بالدين انك تقوم بوجه واحد نصراني كافر وعدو للدين، فبعملكم هذا انتم ترى كلكم بجهنم، ونسوانكم ترى كلكم طالقه بموجب شريعة سيدنا محمد. هنا انتهض الشيخ دريعي ومسك الشيخ من لحيته ورماه بالقاع وسحب سيفه وقال والله لا اذبحك. ركض عاد الشيخ ابراهيم ومسك يد دريعي وقالوا داخل على الله وعليك لا تذبحه. فقالوا الشيخ دريعي كرمال خاطرك بس ما راح اذبحه، بس في شغله الا قط لحيته الا قطه بعد السيف. فقام دريعي عاد وقط لحيه الشيخ بسيفه وطرده برات النزل. فهذا ما صدق انه نجى بروحه ويلا ركبه بغلته وشرج. بعد فتره ركب دريعي وراح غزا بني صخر. غزاهم لانهم رفضوا يكونون بامرته، وبعدين لانهم من اتباع الوهابي يعطونه عشر المال وصحبه مع الوهابي. فرجع منهم بخيرات كثيره وقتل كثير من رجالهم. فشاع الخبر بين القبائل ووقعت صدمه دريعي بقلوب الناس. هين الصيف خلص وبلش فصل الخريف والعربان صارت تشرج، واحنا زاد بالرحيل ونزيل لبين ما نزلنا حوالي حماه. فقال دريعي يا وليدي اكتب لنا مكتوب المتسلم حماه مشان يعرف ان سكننا هين ويدزلنا الحنطه. فكتبت مكتوب ودزيناه مع طارش خاص، ومباشرة مستلم حماه دزلنا 40 بعير محملات حنطة و10 عبي وفرول الشيخ دريعي. طبعا مو كرم، مستلم حماه نعرفه ونعرف طباعه، والله ما دزنا الا خوف من دريعي. بعدين رحنا ونزلنا وصلنا حوالي حلب. الشيخ ابراهيم قال باعتبار وصلنا قريبين من حلب اريدك تنزل الحلب تجيب لنا ملبوس وتجيب رزق مشان البيع والشراء، تغسل لنا حجه نضل عند العربان. قلت له اعطيني مكتوب المحبك اللي تاخذ منه الدراهم وانا دبر اموري. كتب لي مكتوب وخذيته، خذيت معي 2 من العرب خذيتهم كروه، وقلت بس اجي من حلب يكونون عربنا راحلين على الزور والحقهم على الزور. فنزلت انا معي وقعدنا بجري اسمه الجبول. الجبول هذا يشتغلون بالملح، يطلعون ملح ويبيعون للعربان وللبلاد. وبعثت مرسال من طرفي ومعاه مرسال الشيخ ابراهيم للرجال اللي بده يعطينا المصاري. راح المرسال جاب المصاري ورجع. بعد ما جاب المصاري نزلت ادول معي على حلب، وانا شد لابس مثل لباس العرب ولحيته طويله، واللي يشوفني ما راح يعرفني، ما يعرف انه هذا فتح الله، يفكرني واحد من العربان. وانا زاد ما اريد حدا يشوفني ويعرفني، لانه هذا الشيخ ابراهيم قال لازم ما حدا يعرفك، حتى اهلك لازم لا تشوفهم ولا يشوفونك. فاخذت لي غرفه بخان من الخانات المتطرفه، وصرت انزل على السوق اتغرض واشتري اغراض. وشفت كل الناس اللي اعرفهم وما حدا يعرفني، وانا اضحك بقلبي انه شلون ما حدا يعرفني. اشترينا كل شيء لازمنا وضبطنا اغراضنا وشدينا الرحيل على العرب. لقينا عربنا حوالي فراب مكان قالوا ديرة الشعار بالزور، او لقينا ناس كثير عند عربنا من اهل حلب واهل حمص واهل حماه واهل البعره واهل سربين واهل كلس واهل عين من كل مكان. لقيناهم يشترون من عربنا جمال ويبيعون ماكول وملبوس، عبي وكوفيات وجزمات وتين وزيت زيتون وشغلات وخيول، يعني كل مستلزمات العرب. وفاتحين بسوق كبير، يبيعون قسم منهم يبيعون نقد وقسم منهم يبيعون مقايضه، شيء مقابل شيء، ياخذ شيء ويعطي شيء. وبيع جمال، واغلى جمل باع ب 200 قرش، اغلى جمل اللي انباع بهالمكان هذاك. ويتداولون هناك يتداولتهم بالعمله الفضيه اللي هو ريال الفرنجي، وريال الفرنجي كان يسوى 5 قروش الا ربع. وظل السوق 8 ايام. 8 ايام عاد شلت السوق، وبعد ما شلت السوق احنا ثاني يوم عبرنا على الجزيره، عبرنا الفراء من الشاميه على الجزيره. عبرنا الفراء وخيمنا بمكان ما عبرنا 3 ايام، وبعد 3 ايام شرجنا ونزلنا برض ينقالها عين الراج، وكانت المنطقة تعجب العربان، عرب نعرفها وكانوا معانا، وعرب أول مرة يشوفها من عرب ديرة بغداد والبصرة.
ثاني نهار جاء نظيف ومرعى دريعي قال له الأمير فارس الجربة، والأمير فارس الجربة هذا قبيلته اسمها عرب الجربة، تحويلها حوالي 4000 بيت، وينعدون من عرب البصرة.